listen to بعنوان why hobbies matter، يعني لماذا الهوايات مهمة. وقت الفراغ free time. العمل الجماعي team work. حل المشكلات problem solving. الصبر patience. الإبداع creativity. قوي strong. حيوي أو نشيط energetic. ألعاب لوحية board games. العمل المدرسي school work. بسيط يعني ينفع نقول simple أو simple، الاتنين صح. بسيط simple. ذكي smart. في الخارج outside. رئيسي أو أساسي main. فكرة idea. النجاح success. خوذة helmet. السلامة أو الأمانة safety. حفل موسيقي concert. مريح relaxing. عندنا expressions prepositions and phrases. يقوم بأنشطة do activities. يمضي وقتا ممتعا have fun. يبقى بصحة جيدة stay healthy. يبقى قويا stay strong. يبقى نشيطا stay energetic. يذهب لركوب الدراجات go cycling. يحل محل take the place of. يقوم بالأعمال المنزلية do chores. يكسب مالا earn money. بعد كده يسترخي relaxed. يمارس أو يتدرب practiced. يرسم أو يلون painted. يضع placed. يكسب earned. يتطلب required. يحسن أو يتطور improved. ينمو أو يزرع grew. يرسم drew. يكتب write يقضي spend. يختار choose. يعلم teach taught. يفكر think thought. عندنا hobbies. تعريف hobbies the activities we love to do in our free time، الأنشطة التي نحب أن نفعلها في وقت الفراغ. طيب بعد كده عندنا language notes ملاحظات لغوية. عندنا كلمة when. هنا when كلمة بمعنى عندما، لكن لو هنستخدمها ككلمة استفهام يبقى معناها ايه؟ متى. لكن احنا هنا هنستخدمها كلمة بتيجي في أول الجملة، أو ممكن تربط ما بين جملتين على حسب القاعدة بتاعتنا، ومعناها عندما. نستخدمها كلمة عربية بمعنى ايه؟ عندما. القاعدة بتقول ان كلمة when هيجي وراها جملتين، زمن الجملتين present simple، يعني زمن الجملتين مضارع بسيط. بقول لي عندما المعنى يعني الميننج لوين معناها عندما تستخدم مع العادات التي تتكرر دائما. فالحدث الثاني عادة ما يحدث كروتين عندما يحدث الحدث الأول. طالما عادات وروتين أكيد هروح على زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط هو اللي بيعبر عن ايه؟ عادات، روتين يومي، او احداث متكررة الايه؟ الحدوث. ممكن نقول عادات وحقائق. المهم انتوا تبقوا عارفين ان وين بيجي وراها جملتين، وزمن الجملتين ايه؟ مضارع بسيط. طيب باختصار شديد في الجملتين، لو الجملة بدأت بهي او شي او ات او اسم مفرد هنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس، ده كده المضارع البسيط. لو الجمله بدات باي او وي او زي او يو او اسم جمع، الفعل هيبقى شكله عامل ازاي؟ في المصدر بدون اي اضافات. طب يلا نشوف الجمله الاولى. when people sing or play the piano they practice patience and creativity. يعني ايه؟ عندما يغني
الناس او يعزفوا على البيانو زي براكتس، هما كده ايه؟ بيمارسوا او بيتدربوا patience and creativity على ايه؟ على الصبر والابداع. لو لاحظنا الجملة اللي جت بعد وين، فين الفعل اللي موجود فيها؟ فين؟ sing وايه تاني؟ وبلاي. الفعلين دول جم في المصدر بدون اي اضافات علشان دي زمنيه، المضارع البسيط، لان الفاعل هنا مين؟ people، وبيبل اسم ايه؟ جمع، اسم جمع. مع الاسم الجمع الفعل بيجي في المصدر بدون اي اضافات. والجمله الثانيه they practice، هم يمارسوا او يتدربوا، برضو practice فعل في المصدر بدون اي اضافات علشان جه بعد ايه؟ they. واحنا بنقول مع الاي والوي والزي واليو في المضارع البسيط ما بنضيفش اي اضافات للفعل. طب يلا نشوف الجمله الثانيه. when they go cycling or skating they stay strong and energetic. بقول لما بيذهبوا الى ركوب الدراجات او التزلج هم بيبقوا ايه؟ اقوياء وايه؟ نشطاء او عندهم حيويه يعني. برضه هنا نفس الحكايه، بدأنا بوين، والجملتين اللي جم بعد وين في زمن المضارع البسيط اللي عرفنا زي جه وراها جو فعل في المصدر بدون اي اضافات، لان مع زي ما بنضيفش اي اضافات للفعل. في زمن المضارع البسيط كنا بنقول بيتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس او اي اس او اي للافعال التي تاتي بعد الهي والشي والات والاسم المفرد. اما الافعال التي تاتي بعد الاي والوي والزي واليو والاسم الجمع تاتي بدون اضافات. هنا زي طبعا لما الفاعل عندنا يبقى زي ما ينفعش نضيف اي اضافات للفعل، الفعل هيجي في المصدر زي جو. والجمله الثانيه they stay برضو ما ضفناش اي اضافات للفعل ايه؟ stay جه في المصدر برضو علشان جه بعد ايه؟ بعد they، ومع ضمير الفاعل they ما بنضيفش اي اضافات للفعل. لكن لو الجمله بدات بهي هنضيف للفعل اس او اي اس او اي اس علشان ناخد بالنا في الامتحان او في الاسئله اللي هتيجي على الدرس. لو الجمله بدات بوين ابص على الفعل، لو هي او شي او ات او اسم مفرد اختار الفعل اللي منتهي بايه؟ باس. ولو الجمله بدات باي او وي او زي او يا او اسم جمع اختار الفعل في المصدر بدون اي اضافات. بعد كده عندنا I was good at. يعني ايه I was good at؟ نحفظها كده بمعنى كنت جيد فيه، كلام بيدل على الماضي. I was good at انا كنت جيد فيه، وقول اي حاجه كنت جيد فيها. مثلا I was good at playing the piano، يعني انا كنت جيده في العزف على البيانو. يبقى نحفظ كده I was good at بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ I was good at بمعنى كنت جيد فيه. بيجي وراها يا اما فعل مضاف له اي ان جي او نون، يا فعل مضاف له اي ان جي يا اسم. ازاي؟ بقول له I was good at playing football، كده جه وراها ايه؟ فعل مضاف له اي ان جي. طيب نون زي ايه؟ ممكن اقول I was good at football، انا كنت جيد في كرة الايه؟ القدم. ادتني نفس المينينج برضه. يبقى لو جه وراها فعل لازم الفعل نضيف له اي ان جي. ممكن نستغنى عن الفعل ونحط نون. نون يعني ايه؟ اسم، مش هنضيف حاجه للاسم طبعا. اقول مثلا I was good at tennis، I was good at volleyball، I was good at handball. دي كده انا كده حطيت اسم على طول. طب لو هنحط فيرب لازم نضيف له اي ان جي. I was good at playing football، يعني انا كنت جيد في كرة القدم. لعب كرة القدم في الامتحان هيقول لي I was good at not، يقول لي plays ولا play ولا played ولا playing. انا اختار الفعل اللي مضاف له ايه؟ اي ان جي. هندخل على الجمل. بقول لي study the following، ادرس الآتي. نمبر 1 بقول لي الهوايات هي الأنشطة التي نحب القيام بها في وقت فراغنا. Hobbies are the activities we love to do in our free time. نمبر 2 الهوايات مهمة لأنها تساعدنا على الاسترخاء والاستمتاع والبقاء بصحة جيدة. Hobbies are important
because they help us relax, have fun and stay healthy. Number 3. عندما يلعب الناس ألعاب الطاولة أو يحلون الألغاز فإنهم يتعلمون العمل الجماعي وحل المشكلات، لأن لعبة ألعاب الطاولة وحل الألغاز مجموعة بيلعبوها مع بعض، فدي كده بتدل على العمل الايه الجماعي. When people play board games or solve puzzles they learn teamwork and problem solving. Number 4 بيقول لي عندما يغنون أو يعزفون على البيانو فإنهم يمارسون الصبر والإبداع. When they sing or play the piano they practice patience and creativity. نركز بقى إن العزف على البيانو أو الغناء دي معلومة كده يعني موجودة في الدرس، فإحنا لازم نلتزم بيها علشان ممكن تيجي في الامتحان. بقول لي ان لما بنغني او نعزف على البيانو، طبعا الناس اللي عندها الهوايه يعني فهم كانوا بيتعلموا حاجتين، ايه هما؟ الصبر والابداع، عشان ممكن يجيلي في تشوز يقول لي patience and نقط creativity، او ممكن يقول لي نقط and creativity patience. المهم ان احنا نعرف ان الغناء والعزف على البيانو بعلموا الناس ايه؟ الصبر والابداع. ما اعرفش بقى الصبر ازاي يعني، اللي انا عارفه ان الصيد هو اللي بيعلم الصبر، لكن العزف على البيانو والغناء معلومه جديده ان هم بيعلموا الناس الصبر يعني. ممكن الابداع ماشي تمام. نمبر 5 عندما يذهبون لركوب الدراجات او التزلج فانهم يبقون اقوياء ونشيطين او نشطاء. When they go cycling or skating they stay strong and energetic. يستطيع العديد من الأطفال الرسم أو التلوين أو كتابة القصص الآن. Many children can draw, paint or write stories now. يستطيع بعض الناس إنهاء الألغاز بسرعة اليوم، ولكن في الماضي كانوا يستطيعون وضع بضع قطع فقط. هنا بمعنى عدد قليل، يعني كلمة بضع يعني عدد قليل. بالانجليش بنقول some people can finish puzzles quickly today but before they could only place a few pieces. Number 8 في الماضي كان يستطيع الأطفال قضاء وقت أطول في الخارج في الجري أو التزلج أو صيد الأسماك. In the past children could spend more time outside running, skating or fishing. لكن دلوقتي طبعا الوضع اتغير يعني، والتليفونات هي اللي غيرت الوضع. نمبر 9 نستطيع الاختيار من بين العديد من الهوايات التي تساعدنا على تعلم مهارات الحياة أو مهارات للحياة. We can choose from many hobbies that help us learn skills for life. الهوايات ليست ممتعة فحسب بل تجعلنا أكثر ذكاء وقوة وسعادة. يعني مش ممتعة بس يعني، لا ده بتجعلنا إيه؟ أذكياء وأقوياء وسعداء. Hobbies are not only fun, they make us smarter, stronger and happier. بقول لي read the text يعني اقرأ النص. يلا نشوف الدرس بيقول إيه. Hobbies really count. الهوايات لها قيمة حقيقية. Hobbies are the activities we love to do in our free time. نعرف ان الهوايات ديت احنا بنعملها امتى؟ في وقت الفراغ. Hobbies are the activities we love to do in our free time. الهوايات من الأنشطة اللي احنا نحب القيام بها في وقت فراغنا. تمام؟ They are not school work. هي ليست عملا مدرسيا، مالهاش علاقة بالعمل المدرسي، دي حاجة أنا بعملها في وقت فراغي لنفسي يعني. ولكن things that bring us joy. ولكن أشياء تجلب لنا الإيه؟ الفرحة. بعد كده بقول لي hobbies are important. الهوايات دي بتكون مهمة because they help us. ليه بقى؟ ليه مهمة؟ لأنها تساعدنا على
على ريلاكس الاسترخاء، وايه تاني؟ have fun الاستمتاع، and stay healthy والبقاء بصحة جيدة. for example على سبيل المثال when people play board games لما الناس بتلعب ألعاب الطاولة أو الألعاب اللوحية or solve puzzles أو يحلوا ألغاز they learn teamwork فإنهم يتعلمون العمل الجماعي and problem solving وحل الايه؟ بيساعدوا بعض، كل واحد بقى بيقول رأيه، بيقول الفكرة اللي عنده، فده طبعا بيساعد على حل الايه؟ المشكلات، وبرضه بيتعودوا على العمل الايه؟ الجماعي، بيبقى في اتحاد ما بينهم يعني. when they sing or play the piano يعني عندما يغنون او يعزفون على البيانو they practice هم كده ايه؟ بيمارسون ايه؟ patience and creativity الصبر والإبداع. when they go cycling or skating لما بيذهبوا لركوب الدراجات أو التزلج they stay strong and energetic فإنهم يبقون أقوياء ونشيطين. ركوب الدراجة أصلا دي من الرياضة اللي احنا بنمارسها، والرياضات اللي احنا بنمارسها بتحافظ على صحتنا، تجعلنا ايه؟ سترونج أقوياء. وبرضو التزلج دي برضو من الرياضة اللي احنا بنمارسها، فنبقى كده عارفين ان ركوب الدراجات والتزلج ايه الفايدة بتاعتهم لينا، يعني فايدتهم ايه؟ stay strong بيخلونا اقوياء and energetic ونشطاء. تمام كده؟ نعرف كل حاجة بنمارسها ايه الفايدة اللي بتعود علينا منها. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الهوايات بصفة عامة بتساعدنا على ايه؟ ريلاكس، هاف فن يعني الاسترخاء والاستمتاع، وستي هيلثي ان احنا نبقى ايه؟ بصحة جيدة. طيب لو هنتكلم عن بورد جيمز وسولف بازلز ايه الفايدة اللي بتعود علينا منهم؟ ايه الفايدة اللي بتعود علينا من العاب الطاولة والالعاب اللوحية وحل الالغاز؟ بنتعلم تيم وورك العمل الجماعي، وايه تاني؟ وحل المشكلات solving problems او problem solving. طيب ايه اللي بنتعلمه او ايه اللي بيعود علينا من الغناء والعزف على البيانو؟ من خلالهم يعني بنمارس patience الصبر and creativity والابداع. طب ايه اللي بيعود علينا وايه الفايده اللي بتعود علينا من سايكلينج جو سايكلينج وسكيتنج؟ stay strong بنبقى أقوياء and energetic ونشطاء. بعد كده بقول لي hobbies also الهوايات أيضا show how people grow بتظهر لنا كيف ينمو الناس. من children can draw العديد من الأطفال يستطيعوا أن يرسموا paint ويلونوا or write stories now أو كتابة القصص الآن. في أطفال عندها هواية الرسم، في أطفال هواية التلوين، في أطفال تانية عندهم هواية كتابة القصص إن هم يألفوا قصص يعني. بعد كده ولكن when they were younger عندما كانوا أصغر سنا they couldn't do these activities لم يتمكنوا من القيام بهذه الأنشطة جيدا جيدا يعني. some people can finish puzzles quickly today يعني احنا بنقارن ما بين الهوايات دلوقتي وفي الماضي. يعني لو هنقارن ما بين الأطفال في الوقت الحالي والماضي، لا دلوقتي طبعا الأطفال بيستطيعوا ان هم يكتبوا قصص أسرع من الماضي، أسرع من الأطفال في الماضي يعني. ايه تاني؟ لم يتمكنوا في الماضي من القيام بهذه الأنشطة، لكن دلوقتي عندهم القدرة على الرسم والتلوين وكتابة القصص بطريقة ايه؟ أسرع من الماضي. في تطورات يعني، في تكنولوجيا، التليفونات اللي بيمسكوها بتساعدهم ان هم يتعلموا يعني بشكل ايه؟ بشكل أسرع. لكن في الماضي ما كانش فيه حاجات تساعدهم ان هم يرسموا بسرعة او يلونوا او يألفوا قصة مثلا. طيب بعد كده بقول لي they couldn't do this activities well some people can finish puzzles quickly today بقول يمكن لبعض الناس انهاء الالغاز بسرعة اليوم، بيحلوا لعب الالغاز يعني بسرعة اليوم. ولكن بقى قبل ذلك يعني او في السابق they could only place a few pieces كانوا يستطيعون وضع بضع قطع فقط. يعني ايه؟
ما كانوش بيعرفوا يحلوا الغاز بتوسع زي دلوقتي يعني. كان شويه قطع صغيره كده بس اللي هم ايه ممكن يحلوا الالغاز بتاعتها، لكن دلوقتي لا، في تطورات. بعد كده بقول لي in the past في الماضي children could spend more time outside running skating or fishing. ده في الماضي، بقول في الماضي اللي كان يمكن للأطفال إن هم ياخدوا وقت أطول في الخارج. ما كانش فيه دروس، ما كانش فيه تليفونات، فكانوا بإيه بياخدوا وقت أطول في الخارج. تمام كده؟ وإيه تاني بيعملوا إيه بقى في الخارج؟ بيجروا، التزلج، صيد الأسماك. طب تودي اليوم بقى إيه اللي حصل أو إيه التغيرات؟ We can choose from many hobbies that help us learn skills for life. يمكننا الاختيار من بين العديد من الهوايات. في هوايات أكتر. في الماضي كان ممكن يجروا أو يتزلجوا أو يصطادوا الأسماك، لكن دلوقتي في حاجات كتير زي إيه؟ بقول فيها العديد من الهوايات التي تساعدنا على تعلم مهارات الحياة. تمام، في مهارات كتير او هوايات كتير يعني بنمارسها بتساعدنا على تعلم مهارات ايه الحياة، وده من خلال ايه التكنولوجيا الحديثة، من خلال التليفونات، من خلال المدارس والتعلم يعني. We can choose from many hobbies that help us learn skills for life. بقول لي the main idea is simple. Hobbies are not only fun. They make us smarter, stronger and happier. بقول لي الهوايات ليست ممتعة فحسب، بل تجعلنا ايه؟ بتنشط ذكائنا، بتشغل ذهننا اكتر، بتجعلنا اكثر ذكاء وقوة. لو هنمارس حاجات رياضية مثلا زي ركوب الدراجات هنبقى اكثر قوة وسعادة. بنتجمع مع بعض في العمل الجماعي، بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، فده طبعا بيجعلنا ايه سعداء.